عشنا في الكويت واقع سياسي مرير تعرضت فيه الحياة البرلمانية إلى شد وجذب من المجلس الأول، مرورا في 67 وما حصل، 76 86، ومرورا في المجالس الست الأخيرة، حل مجلس 2006 وحل مجلس 2008 و2009 وأبطل 12 وأبطل 12 الثاني، وحل مجلس 13 ومجلس 16. كل هذا كان ليش؟ شنو كانت طلبات الناس؟ وشنو كانت طلبات من ينتخبونهم الناس في المجلس؟ ان الحكومة غير جادة في تطبيق القانون، ان الحكومة تتدخل في عمل البرلمان، ان الحكومة مسيطرة على أغلبية داخل البرلمان، ان الحكومة متراجعة في تطوير المشاريع، ان الحكومة ما عندها جدية. وكان عذرنا في 30 سنة الأخيرة على الأقل أن لا، ما الحكومة مجادة، النظام مجاد، النظام ما يرى مجلس الأمة، النظام ما يبي ديمقراطية. وحديث كبير تلوك الألسن في الإعلام، في الصحافة، في الدواوين، طلع السوشيال ميديا، ونردد ذات النهج. جاء الشيخ أحمد النواف امتثالا لخيار أصيل لسمو الأمير، وضع ثقته في ابنه الشيخ أحمد النواف، ولاقى الشيخ أحمد النواف كافة الدعم من الشيخ مشعل الأحمد ولا يزال، ولاقى داخل مجلس الوزراء عضيد له استثنائي وهو الشيخ طلال الخالد. قلنا يلا إن شاء الله في خير. جينا على أرض الواقع، إيش لقينا؟ قالت المعارضة حلوا البرلمان ورحيل الرئيسين. قالوا تم، هذا حل البرلمان والخطاب الشهير للشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد، والتحرك الدؤوب للشيخ أحمد النواف في أروقة المجلس لتصحيح المسار. قالوا رحيل الرئيسين، راحوا الرئيسين. قالوا نبي بطاقة مدنية، الحكومة تتدخل عن طريق نفوذها وتوجيه مجاميعها وتنقل أصوات. قالوا ما في بطاقة، يلا روحوا بطاقة مدنية، صوت على البطاقة المدنية. قالوا وي بس انتم الحكومة ترعى الفرعيات وتطلع ربعها. قال الشيخ أحمد النواف اوكي ما عندنا مشكلة. وجاء الشيخ طلال الخالد وشفتوا ايش صار بالفرعيات، من تحويل إلى النيابة، مو تحويل شكلي اللي كنا نشتكي منه أول، لا، بأدلة دامغة ويا على أثرها القضاء. وفي اليوم نائب محبوس في السجن نتيجة تجاوزه لقانون الفرعيات، وفي نائب آخر يحاكم حاليا وإن كان موجود في مجلس الأمة. قالوا شراء الأصوات، الحكومة وكلها ترعى شراء الأصوات. جاء الشيخ أحمد النواف قال أنا أوريكم الطيب وصدق النوايا، انسجاما مع خطاب سمو الأمير اللي ألقاه سمو ولي العهد. واشتغلت وزارة الداخلية وأجهزة الحكومة وكافحت شراء الأصوات. نفتخر أن هناك من يعاني اليوم من محاولته لتخريب العملية الديمقراطية بشراء الأصوات. طيب بعد ايش تبون يا معارضة، ايش تبون يا شعب؟ قالوا نبي حكومة على مستوى الطموح. يا الشيخ أحمد النواف شكل حكومة واختار منها بعد مجاميع من النواب، وصار خلاف. قال ماكو مشكلة نعدل، شيلوا هالوزير ردوا هالوزير. قالوا ايه بس الحكومة تدخل مجلس الأمة تساهم في اختيار رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس، فتسيطر على المجلس، تسيطر على اللائحة الداخلية. يا الشيخ أحمد النواف امتثالا للقيادة السياسية قال محنا مصوتين حق الرئيس، هذا قراركم، ولا نائب الرئيس ولا المراقب ولا أمين السر ولا اللجان، هذا تنازل عن دستور. قال ماكو مشكلة، احنا نبي نصل، نبي نمد يد التعاون. قالوا ايه بس الحكومة هذه ما تقدم شيء. جاء أحمد النواف لأول مرة، وهو شيء شبيه حصل في سنة 85 لما قدم برنامج عمل حكومة محدد بالرؤى وبمواعيد الإنجاز، وقال لهم يلا. قالوا طيب العهد القديم، وهذه الكلمة أنا ما أحبها، اللي قبلنا وهذول مسؤولين ودولة عميقة. قال أوكي هذه إقالة لمعظم القياديين في الدولة،
وتم الاستغناء حتى عن بعض العقول الجيدة. قال لك عشان نبتدي صفحة، مو الوطن يئن، مو انتم تقولون كمعارضة وكمكون انتخابي وناخبين ان عندنا مشاكل، انتم هذا سويناها لكم، بعد ايش تبون؟ قالوا اي بس تعييناتكم باراشوتية. صار تصحيح التعيينات، وكلكم تعرفون سمو رئيس مجلس الوزراء ايش سوى، واجتمع في اجتماع استثنائي والغى وابطل الكثير من القرارات اللي اصحابها مستحقين. بعد قالوا الحكومة كلها تعرقل البرلمان في لجانها الإنسانية. الشيخ أحمد النواف وبتوجيهات مباشرة إلى الشيخ طلال الخالد وألغى كل القيود الأمنية. أنا سؤالي، هذا اللي صار لنا 30 سنة وأكثر من 30 سنة نئن ونتهم النظام زورا وبهتانا، ونتهم الحكومة أنها هي من تريد أن تعرقل الديمقراطية. اللي سواه الشيخ أحمد النواف امتثالا للإرادة الأميرية وانسجاما مع فريقه في مجلس الوزراء، هذه مكتسبات ما كنا نحلم نحصل 1% فيها. السؤال الكبير، ليش نعرقل كل هذا؟ لمصلحة من؟ أحد يقول لي طيب أنت تشوف أن القروض، لا 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 لا, لا. اهدى، هذه استحقاقات الحكومة وتعديلاتها بأوامر مباشرة من سمو الأمير وسمو ولي العهد، ودراسة وتأني وخطوات جبارة حققها الشيخ أحمد النواف مع فريقه. فماذا عند النواب؟ عندهم قضية رئيسية وهي العفو، انسجم لها الشيخ أحمد النواف وعمل لجنة مع الديوان الأميري ويترأسها الوزير براك الشيطان، وعملها على قدم وساق. قالوا وي بس تعالوا حنا عندنا قانون المسيء، ماكو مشكلة. الحكومة كانت واضحة، قالوا وي بس في خلل في رواتب الكويتيين والإعانة. طلع الشيخ أحمد النواف في فيديو مصور وبشر المواطنين وعيالهم أن الإعانة حتكون هالكثر، زيادة 50%. قالوا رواتب الكويتيين، قالت الحكومة ما عندنا مشكلة، قدموا خلينا نشتغل مع بعض. قالوا في عوالق من الزمن الماضي مثل الصفوف الأمامية وبيع الإجازات، قال الشيخ أحمد النواف ماكو مشكلة. هذا الرجل ينسجم مع قول سمو الأمير بفيديو وزع على كل العالم مع سمو ولي العهد، لما قال له عينوا الكويتيين، حققوا لهم الرفاه، ريحوهم. أي أخلي كل هذا ويجيب موضوع القروض أحطه أول واحد وموضوع غرفة التجارة؟ هذا ينسجم مع عقل؟ أنا أحدثكم بالعقل الآن بعيد عن العواطف. هذا ينسجم مع العقل؟ القروض اي نعم هي مشكلة، هي أزمة. أنا أقول أن الحكومة على مر السنين ساعدت كل الكرة الأرضية ولم تساعد شعبها. اي نعم أنا معك، بس موضوع حساس مثل هذا لماذا يتم خلط الأوراق فيه؟ ليش أقدمه بصورة مشوهة؟ ليش ما أنسجم في تقديمه؟ وأنا أكد لكم أن الشيخ أحمد النواف بناء على تعليمات وبناء على حس من عالي حيتحلحل موضوع القروض، بس بالصورة اللي ترضي الجميع. انتم تعرفون ان هناك قوة نافذة في المجتمع، اكثر ناس تقول ماكو عدالة، هذول اكثر ناس عندهم مشكلة كبيرة مع الشعب الكويتي، وانتم تعرفون سمو رئيس مجلس الوزراء في صف الشعب، الحكومة في صف الشعب. ما قدمت الحكومة للبرلمان ولا المعارضة ترفع له القبعة، ننطر عليهم. نعم هي قضية ملحة، الشوارع قضية ملحة، لكن أمام هذه المكتسبات التي حققتها القفزة البرلمانية التي ستغير شكل الواقع السياسي في الكويت، ألا نستحق أن نتوقف لنحتفظ بهذا الرئيس وهذه الحكومة لتحقيق ما فشلنا في تحقيقه على مدى 50 سنة مضت؟ أنا أقول أن شعيب المويزري عنده مشكلة في عدم التنسيق. أنت يا شعيب وأنا والكل يدري أن قانون غرفة التجارة تم طرحه على 3 مرات. طرح في مجلس 92 وتبنت الحكومة، وطرح في مجلس 2009 وتبنت الحكومة وجهة نظر الغرفة. أنا أكد لك أن الشيخ أحمد النواف وحكومته الموقرة والنظام ومن يقود العمل السياسي في الكويت سيكونون مع الحق، لن ينحازوا لا لغرفة ولا لشعب. فأنا أقول حق شعيب المويزري تروى،
لا تضيع كل ما تحصلت عليه الكويت بفضلكم، ما عندي مشكلة. لا تضيعونه في العناد. البعض يقول ان النواب اللي كانوا صقور المعارضة تراجعوا، ودائما يرمون محمد المطير كونه كان يصرخ في المجالس السابقة ويتحدى، ويقولون هذا ايش فيه صار شيطان اخرس بالبشت. انا اقول لكم مع خلافي الكبير في وجهات النظر مع محمد المطير، الا ان استشعر ان يكون هذا دور رجل الدولة في هذا الظرف الحالك. انت مو على كيفك تلعب هجوم 24 ساعة، ومو على كيفك تلعب دفاع 24 ساعة. اللعبة السياسية لها تكتيكها، ومجموعة المعارضة تعي هذا الدور من خلال المكتسبات اللي انتم تشوفونها. لم يكن الواقع رحيل اشخاص، لكن نظام جديد، عملية انتخابية نزيهة، تعاون حكومي موجه من النظام مع البرلمان لإقرار قوانين. احنا محتاجين هذا المجلس، محتاجين هذه الحكومة، محتاجين هذا النفس. قضية مو 30 يوم و90 يوم و100 يوم وسنة وسنتين. انت لا تستطيع ان تعالج اخطاء وخطايا اغترفها الاخرين في يوم وليلة. خلونا نكون منصفين.